فضيحة في كأس إفريقيا النسوية. منتخب الجزائر يهين العلم المغربي. هل فقدنا الروح الرياضية في ملاعبنا؟ في لقطة صدمت الجماهير وأثارت الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. عضوات من المنتخب الجزائري النسوي يقدمن على تصرف غير أخلاقي. العلم المغربي يزال من على مقعد بطريقة مستفزة وفي قلب ملعب يحتضن كأس إفريقيا. لكن لماذا؟ ولماذا هذا الصمت؟ العلم الوطني ليس مجرد قطعة قماش، بل هو رمز لهوية شعب، تاريخ أمة، وكرامة وطن. وما حدث في هذه اللقطة لا يمكن وصفه إلا بإهانة مقصودة، وسلوك غير رياضي، ولا يمثل قيم الأخوة المغاربية. حتى في لحظات التنافس الشديد تبقى الأخلاق فوق كل شيء. وإذا كان هناك من يظن أن هذا الفعل سيمر مرور الكرام، فهو مخطئ. اليوم نطالب بتوضيح رسمي من الاتحاد الجزائري، وننتظر تحركا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لأن احترام الرايات الوطنية خط أحمر. ما رأيكم أنتم؟ هل يجب معاقبة المتورطين؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات. ولا تنسوا، الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافسة.